اللي عنده الفلوس راه غادي يمشي للبريفي، واللي ما عندوش الفلوس راه غادي يمشي لديال الدوله. كنربي ولادي قنبوله موقوتا هذه الدوله هذه. انا ابني مني ما يقراش فين غيمشي؟ لان لو انهم عارفين، لو انهم دايرين في التعليم الخير العمومي يكون يقريو ولادهم عندنا. اصلا ولاد الوزراء والمسؤولين والبرلمانيين ما كيقراوش في المدارس المغربيه، ماشي حتى في الخاص المغربي، ما كيقراوش في المدرسه المغربيه نهائيا. يقراو كما قرينا ونفرحوا بهم. هذوك هما الاستثمار ديالنا، هذوك هما علاش حنا كنتجارب على قبل هذوك الوليدات. انتم في اي دوله في العالم تيكون عندها 3 ديال الركائز ضروريين اللي هما التعليم والصحه والعدل. بطبيعه الحال نتوما راكم عارفين المشاكل اللي واقعه في العدل، والسي كاس كيخلط لنا في ذاك القطاع، ويعلم الله فين وصل في ذاك الشيء. ثاني حاجه الصحه، وراكم عارفين باللي راه الناس كتموت في السبيطارات، وما كاين اللي يسوق لك اللي بغيتي دير عمليه والله لا درتي هذه مره راديو خاسر. والمشاكل اللي في السبيطارات نتاع الدوله نتوما راكم عارفينها بلا ما نخبعوا الشمس بالغربال. وثالث حاجه هو التعليم، والدور نتاع التعليم اهم من الصحه واهم من العدل. حيت راه الدور ديال التعليم شنو هو انه كيكبر لك جيل واعي ومثقف وقاري ومتخلق، اولا غادي يطلع لك جيل امي جاهل متخلف ما عرف حتى شي حاجه، غيبدا يدير تحديات وفيديوهات في تيك توك، والاخرى كتعري في الحما باش ابو القاسم يعطيها الوردات. شفتوا الدور نتاع التعليم في الدوله شنو هو؟ وراه دوك الاساسيين اللي كبروا لنا جيل قاري ومثقف وواعي، هذاك الجيل هو اللي غادي يصلح العيوب نتاع البلاد، هو اللي غادي يصلح اي عيب ولا اي حاجه خايبه في البلاد، هما اللي غادي يصلحوها. علاش؟ حيت عندنا جيل قاري ومثقف وواعي. الوزاره والحكومه اللي كتجي ملي كتوصل عندنا كتوصل للتعليم العمومي كتقول لك ما عندهاش الفلوس، راه مخصصه 42 مليار في هذه الميزانيه، مخصصها غير التقاعدات ديال الوزراء، التقاعدات ديال البرلمانيين، التقاعدات ديال المسؤولين. راه 6 مليون و740 الف 61 تلميذ اللي كيقراو في التعليم العام، اللي كيقراو في المدارس العموميه، وهاد 6 مليون ونص كامله ما كتقراش، وكامله الاساتذه ديالهم عندهم مشاكل. وكيفاش بغيتي هذا الاستاذ يقري لك هاد 6 مليون ونص وهو عنده هاد المشاكل كامله؟ هو عنده المشاكل في خدمته، هو عنده المشاكل في ماديه، انك كتقطع له في الاجور ديالو وكتضيق عليه المدخل ديال الرزق ديالو، والشهر ما كيقدرش يكملو، هو هذاك تيكمل الشهر غير بالكريدي والستريس والمشاكل ديال الخدمه. فكيفاش بغيتي هذا الاستاذ بهذه المشاكل اللي عنده وبهذا الستريس اللي عنده غادي يدخل القسم وغادي يربي لك جيل مثقف وواعي وقاري؟ راه مستحيل، راه ما يمكنش استاذ داخل بهذا الستريس هذا وغادي يبقى يقول لهذا ولدي امين لا غلطتي في هذيك، لا هاد الخطره ما تبقاش تغلط فيها امين. دونك كيفاش بغيتي يتعامل الاستاذ بهذه الطريقه مع التلاميذ وهو عنده مشاكل؟ حنا التعليم ما عندناش من الاصل، التعليم ما عندناش. لان علاش؟ لان الوزاره والحكومه الكبارين كيقريو ولادهم على برا، كيسردوا ولادهم يقراو في الخاص، حنا ما جهدناش يقريو ولادنا في الخاص. وانا بان لي هذه القضيه هذه اللي واقع دابا في التعليم العمومي بحالو واقع في قطاع الصحه. حتى في الصحه عندنا في المغرب الا مشيتي مثلا دابا للسبيطار ديال الدوله وبغيتي دير عمليه والله لا درتيها، سير واحد 6 شهور عاد اجي. هادشي الا ما مشيتي ما متيش في ديك 6 شهور قبل ما تجي وقت العمليه، سير واحد 6 شهور، ولا انت كتوجع الالم والحريق وخصك دير اوبيراسيون تيقول لك سير واحد 6 شهور عاد تجي نوبتك. الا بغيتي دير الراديو ما خدامش، ولكن فوقاش كيخدم؟ الا جبتي 50 درهم، ما جبتيش 50 درهم والله لا خدم. يعني دائما الشعب كاره انه يمشي للطبيب ديال الدوله، دائما عنده ديك الفكره نتاع كاره ما باغيش يمشي للطبيب ديال الدوله نهائيا. دونك اللي عنده شي شويه وغادي يقدر يحيدها من لحمه راه تيمشي للقطاع الخاص، واللي ما عندوش راه تيموت عرق بعرق في السبيطارات ديال الدوله. تيكرهك في السبيطارات ديال الدوله وما عندكش كيفاش دير الدواء تما والمشاكل، وغادي تبقى تموت غير تما عرق بعرق. كيكرهك في القطاع العام باش انت تمشي للقطاع الخاص، سير البريفي خلص الفلوس. انا والله ما ضد ان بنادم يمشي للبريفي، ولا زعما كنعتبر ان المستشفيات ديال البريفي اولا ليكول بريفي هما اعداء ديال الشعب ولا اعداء ديالنا، ولا بالعكس صاحبي. من حق بنادم انه يمشي للبريفي. سير اخويا البريفي، باغي تمشي للبريفي سير اخويا البريفي، بغيتي تقري ولدك في البريفي الله يسهل عليك مزيان. ولكن في نفس الوقت حتى المواطن اللي ما عندوش حتى هو من حقه انه يتعلم، وحتى هو من حقه انه يداوى، حتى هو من حقه، حتى هو مواطن. اللي عنده الفلوس راه غادي يمشي للبريفي، واللي ما عندوش الفلوس راه غادي يمشي لديال الدوله. هذا الشيء كنقولوا له العدل، حنا هذا الشيء كيسميوه العدل. هذا هو العدل ديال الله سبحانه وتعالى، هذا هو العدل اللي خصو يكون، اللي عنده ياكل واللي ما عندوش ياكل.
وداك الشيء علاش كتلقى شحال من مسؤول عنده بروجيات او لا داخل شريك في بروجيات نتاع مصحات بريفي او لا مدارس بريفي، تلقى شحال من مسؤول داخل بسطو ولا عنده شي مصحه ولا المهم داخل بيزنس حاط فلوس. دونك كيفاش بغيتي هذا المسؤول هذا غادي يقاد لك القطاع العام باش انت ما تمشيش للقطاع الخاص؟ ما يمكنش، راه خصو يكفس لك ويدمر لك القطاع العام باش انت تمشي تسلف وتكلف وتشد الكريدي من الربا ولا دبر راسك ولا موت باش تديلو دوك الفلوس انت للقطاع ديال الخاص، طبيب بريفي او لا ايكول بريفي. راه التعليم هذا اللي غاديين فيه في المغرب راه كنبنيو جيل متخلف، جيل اللي جاي يركب عليه اللي جاي يسرحو. راه والله لا زادت المغرب لقدام واخا ما عرف شنو دير، واخا دير العمارات ودير المعامل ودير الطرقان ودير الضواء ودير ما عرفت شنو، يا والله ما تزيد لقدام. الدوله غادي تبني وهذاك الجيل اللي كتكبروا متخلف في غادي يكبر غادي يطيح لكم البوطويات نتاع الضو، غادي يخرب لكم الجماليه ديال البلاد، فين ما بانت شي حاجه زوينه غادي يهرسها. علاش؟ انت ربيتيه متخلف. فراه قبل ما نبقاو نبنيو العمارات ونبقاو نفكروا في كيفاش نزينوا البلاد ونقدوها وكذا، خصنا نفكروا في هذا الجيل هذا يطلع مربي ومتخلق وقاري وواعي. اما راه ما عندها حتى معنى دوله زوينه وفيها ما يتشاف والشعب ديالها مكلخ، ما عندها حتى شي معنى. يقراو كما قرينا ونفرحوا بهم، هذوك هما الاستثمار ديالنا، هذوك هما علاش حنا كنتجاروا على قبل هذوك الوليدات. واحد الفكره عندك في دماغك ان المسؤولين كتبان لهم باللي هذه راه دوله وفيها المشاكل وعندنا المشاكل هنا خصنا نلقاو لها الحل، وعندنا هذه الميزانيه هذه خصنا نفرقوها بما يرضي الله وخصنا نعطيو شويه لهادو وشويه لهادو. ياك انت هكا كتخايل المسؤولين كيشوفونا، ولكن لا، المسؤولين كيفاش كيشوفوك دابا انت وانا وهاد الناس كاملين كيشوفونا بحال شي طورطه. ايوا هذه طورطه، نورمالمون الطورطه خصها توزع على الشعب بما يرضي الله. شو تيديروا هما؟ كل واحد كيقطع الطرف على حساب المنصب ديالو، على حساب داكشي ديالو، تيهز داك الطريف والاخر يهز داك الطريف، وحنا شنو كنبقاو نديروا من التحت؟ راكم عارفين كنبقاو نتسناو داك التفرتيت ديال كنبقاو نتسناوه نقسموه بيناتنا. داك التفرتيت شويه كيمشي للقطاع ديال التعليم، شويه كيمشي للقطاع ديال الصحه، شويه حقا هنايا، وكيفرقوا ديك شويه اللي بقى من الطورطه. اما الطورطه مشات، نبدل هذه الحياه هذه غادا اللور، ما غاداش للقدام، هذا اللور. لذلك تنقول لكم واحد القضيه، الله يعطينا شي موته مسوره، حارس لي الله يعطينا شي موته مسوره، والله يدير تاويل الخير، تهلاو في والديكم، الله يعاونكم، توب عليكم.